صباح الخير وأهلا وسهلا بكل المتابعين. اليوم رح نعمل أطيب شوربة شتوية. هيدي الشوربة أول ما منشم ريحة البرد بلبنان بتلاقي كل البيوت بلشوا يعملوا عدس بحامض. عدس بحامض شوربة كتير صحية، يعني يمكن أكتر شوربة صحية بالعالم. كلنا بنعرف قد إيه في فوائد العدس والحامض والسلق كمان. فلحد ما صارت هيدي الشوربة يعني عرف لما يكون الواحد مريض شوي، بلش عنده القريب أو بلش البرد، خلص صار هيدي الشوربة هي المتعارف عليها، هي اللي بتقوي الجسم، هي اللي بتعطي الدفى، يعني لأنها كتير مفيدة. خلونا نبلش فيها. أول شي بدنا نبلش ننقي العدس. هيدا المنقي هيدا نوع العدس يلي ما بتبقى حبته صغير كتير ولونه ما بيكون كتير غامق. ومنكون بهالوقت بدنا نغسل السلق منيح كتير لحد ما أمن إنه نضف منيح منيح من التراب. بحطن على جنب ورح بلش حط هلأ العدس على النار بهالوقت حتى استغل الفرصة أنا وعم أفرم السلق، بكون بلشت بالعدس تما ياخد وقت كتير على النار. العدس هون أنا حطيت كباية كبيرة عدس، رح حط لها تقريبا 4 لتر مي، ورح حطن على النار على نار واطية. أول ما يبلشوا يغلوا رح حطن على نار واطية. السلق بدنا نفرمهم فرم صغير، هيدي ربطة سلق وحدة بتكفي لهيدي الطنجرة الكبيرة يلي بتاخد 5 لتر مي. فأنا رح حط 4 لتر مي واترك الباقي للمكونات. من بعد ما فرمت السلق فرم صغير، كمان رح افرم بصل يابس تقريبا 3 بصلات كبار، ورح افرم حبتين بطاطا مكعبات صغيرة هن والعدس على النار. رح زيد عليهم البطاطا والبصل، رح قليهم على جنب بطواية لحالهم، رح قليهم بشوية زيت زيتون لحتى يدبلوا منيح منيح. وبهالوقت بعدن العدس زدت عليهم البطاطا، رح وطي النار تحتهم واتركهم يستووا على مهلهم على الغاز. رح زيد عليهم السلق يلي فرمته، زيد كل المكونات عليهم. هي الأكلة الشوربة هيدي كتير سريعة وسهلة، ما بدها شي بس يكون عندي مكوناتها: عدس، حامض، بصل، السلق، هيدي هي أساسية. البطاطا هي إضافة والجزر إضافة. أنا رح زيد لها كمان، حطيت لها جزرتين بالعدد قصيتهم دوائر، رح زيدهم عليها. كمان الجزر هو مكون إضافي بقدر استغني عنه، حتى البطاطا بقدر استغني عنها. في ناس بتزيد كمان كزبرة وتوم، بس أنا لا، ما بعملها على هيدي الطريقة. يعني أنا حتى الجزر اليوم اعتبرته إضافة، لأنه أنا عادة بعملها بس عدس والسلق والبصل أكيد وبطاطا بحبها هيك، بحب فيها حبتين بطاطا. هيدي المتعارف عليها عندي. اليوم حبيت هيك غير شوي وزد لها جزر، هنا ما حتغير بطعمتها، بس هيك بتعطيها يعني شكل أحلى، ما رح تزيد ولا تنقص يعني مثل ما بيقولوا. وبكل الأحوال كمان الجزر مفيد. بهالوقت رح أعصر 4 حامضات، 4 يعني ليمون حامض، رح أعصرهم على جنب. ورح أحط مع الليمون اللي عصرته الحامض، رح أحط ملعقتين طحين. من بعد ما كانت الشوربة إلها تقريبا نص ساعة أو 40 دقيقة على النار وصارت مستوية، زدت لها رشة ملح وخلطت الليمون الحامض مع ملعقتين طحين وضفتن على الطنجرة مع التحريك المستمر حتى ما يبرغل الطحين بقلبها. هيك بكون أنا عم سمك شوي صغيرة المي اللي إلها ما تبقى كتير مي، هيك عم بعطيها تكستشر يعني أجمد شوي من ما إنها تكون كتير رخوة وكتير مي. شوفوا كيف صارت ميتها، ومثل ما شايفين الجزر كتير قليل فيها. هيدي الشوربة اللي بده كمان بيقدر يزيد الواحد عليها حامض زيادة، وبنقدر نكتفي بالحامض بنكهة الحامض يلي موجودة بقلبها. كتير سهلة وكتير سريعة، ما بتاخد وقت وبتشبع كمان. إذا بدنا نعتبرها وجبة كتير منيحة، إذا كان حدا حاسس عن جد هيك جسمه تعبان ومريض، في يكسر عليها توست محمص وعصر لها شوية حامض ورشة كمون من بعد ما خلصها. وإذا حبيتوها هيك خبروني، وألف صحة.